اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم مخبز تاع نواد كوكو يجيكم طري بنين بقلاصاج يقعد لكم لأطول مدة ممكنة. أول شي أنا بديت بالشربات. باش نعسلو بها المخبز تاعنا درت كاس سكر وكاس ما ودو ترونش تاع قارص وخليتهم يغليو مدة 10 دقائق، ومن بعد نخليهم على جنب يبردو تماما. نجيو لوصفة المخبز، درت 500 غرام نواد كوكو مع 250 غرام تاع سكر عادي ومبشور ليمونتين. أكيد نطمو بالبيض. الفكرة هو كيلة تاع نواد كوكو بنص كيلة تاع سكر عادي، وكذلك الحاجة المهمة باش ينجح لكم نواد كوكو تاعكم انكم ترحيو نواد كوكو، ترحيو السكر قبل ما تبداو تستعملوا فيه. ما ترحيوش بلا شوا لانه مش راح يدير فرق كبير. ننصحكم انه ترحيوه بالرحاية تاع التوابل ولا تاع القهوة. انا كانت تحرقت لي ريحته بلا شوا وما عطانيش نتيجة مرضية. لانه كيما ترحيوهش مليح سواء نواد كوكو ولا السكر، بلاطو بيض ومش راح يطمو معاكم. ومن بعد قلت لكم نجيو نطموه بحبة بيض كاملة، تبقاو طمو حتى تحصلوا على عجينة كي طموها بيديكم تبقى مشكلة. بعد ما نشكلوه الشكل اللي حبيناه ندخلوه للفور يطيب لنا، ومن بعد كي يخرج نعسلوه بالشربات اللي كنا وجدناها من قبل تكون باردة تماما، والمخبز تاعنا يكون سخون. الفكرة كذلك باش ينجح معكم المخبز انه الدخلة خارجة في الشربات هذيك تدخلوه ومن بعد تعاودوا ترفدوه. ما تخلوش يشرب بزاف لانه كي رايحين بعد تجيو باش تعسلوه راح يعذبكم. كي تدخلوا وتخرجوا في الشربات عاودوا حطوا ديروا بابي وحطوه يقطر معاكم فيه. ما بيد ما خلصتوهم كامل يكون شرب. وكي تجيو تقلاصيوه بعد ما يبرد لكم ما يعذبكمش في القلاصاج. الفكرة تاع القلاصاج انا خليتها لكم كذلك في صندوق الوصف وفي الفيديو. درت عصير ليمونة مع بياض بيضة ونطموهم مليح سكر جلاسي حتى تحصلوا على عجينة بأتم معنى الكلمة. هذيك العجينة نعجنوها مدة دقيقة ولا دقيقتين باليد، ومن بعد نجيو ونجريوها بالماء الزهر. ما تجريوهاش بزاف، خلوها ثقيلة باش ما تبقاوش تجلاسيو وتكوفر لكم مليح الحبة مع إضافة ملون اللي حبيتو، توما وردي ولا أبيض ولا كيما حبيتو. هذا هو المخبز تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. والوصفة ان شاء الله تعتمدوها. جربوها ماكمش راح تندموا. هذا المخبز هو النوع الثاني من سلسلة الحلويات اللي درتها في عيد 2023. ان شاء الله يكون عجبكم. خليكم في امان الله. سلام.